السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي هاجر آدم. اليوم إن شاء الله هنحضروا بريوش خفيف وهش كالقطن، بدون ولا بيضة، بدون زبدة، اقتصادي 100%. كيجي رطب وهش وخفيف كيف ما كتشوفون، ناجح ومضمون بالحليب والدقيق فقط. شوفوا معايا البريوش كنضغط عليه كيرجع كيف ما كان، دليل على أنه قطني وناجح. اللي اول مره كيشوف القناه وعجبو البريوش يضغط على زر الاعجاب باش يشجعني اكثر، ويشترك في القناه ويفعل الجرس باش يوصلوا الجديد من وصفاتي. نخليكم مع لا فيديو، ما تفلتوا حتى شي حاجه، بريوش ناجح ومضمون. خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه لمقادير البريوش كنحتاجو 6 المعالق كبار ديال السكر سنيده، 6 المعالق كبار ديال الزيت، 3 ديال الكيسان د الحليب يكون دافي، ساشي د الفاني، قشرة ديال البرتقال. المنكهات كتبقى اختياريه، معلقه كبيره ديال خميره الخبز، معلقه صغيره مع مرش د الملح، الخميره الكيماويه 8 غرام، وكيلو ديال الفرص الرطب ما كنحتاجوش كامل، يعني حسب الخليط. اول حاجه كنبدا بها هي انني كناخذ السكر سنيده اللي 6 المعالق، كتعطيني كاس الا ربع. كنضيف معاها 3 ديال الكيسان الحليب يكون دافي، وكنضيف معاهم معلقه كبيره ديال خميره الخبز. كنخلط الخميره مع السكر والحليب حتى كينسجموا. من بعد ما دابت الخميره في الحليب كنضيف 3 الكؤوس ديال الدقيق الرطب، كنمزج الخليط حتى كينسجم الدقيق مع الحليب والمقادير الاولى اللي ضفت. من بعد ما كنخلط الدقيق مع المقادير كنغطيه وكنخليه يرتاح لمده 10 دقائق حتى كتفاعل ديك الخميره وكيخمر ليا العجين. من بعد ما خمر الخليط كيف ما كتشوفوا، دازت 10 دقائق وتفاعلت الخميره مع المكونات. خديت شويه ديال الزنجلان، شويه د النافع، يعني كيبقاو اختياريين، كنسمو بهم البريوش اختياريين، الا كانوا نضيفوهم ما كانوش ما نضيفوهمش. كنضيف 6 المعالق ديال الزيت، كنضيف عليهم ساشي د الفاني وقشر ديال البرتقال، وكذلك شويه د النافع، شويه د الزنجلان كمنسمات فقط، كيبقاو اختياريين. كناخذ الملح كنضيفها للدقيق، وكذلك كنضيف للدقيق الخميره الكيماويه 8 غرام. كنخلط المنكهات اللي درت، الزنجلان والقشر د البرتقال مع العجين، يعني حتى كينسجموا. كنخلط العجين شويه بشويه مع اضافه الدقيق حتى كنحصل على عجين رطب بهذا الشكل هذا. كنوضعو في اناء وكنغطيه وكنخليه حتى كيختمر جيدا وكيتضاعف الحجم ديالو. من بعد ما خمر العجين وتضاعف الحجم ديالو بهذا الشكل هذا، يعني خمر جيدا، هاد البريوش باش يجي ناجح ومضمون 100% خاص العجين يخمر جيدا، وكيجيب لنا البريوش ديالنا خفيف وهش كالقطن. كنخرج الهواء من العجين بالمساعده ديال الزيت، لحقاش العجين كيلتصق خفيف كيف ما قلت لكم.
وبالمساعدة ديال الزيت كذلك كنوضع كريسات صغار. القياس كيبقى اختياري، يعني يكونوا صغارين الكريسات ديالنا أو كبار، هادشي كيبقى اختياري. كناخد الحجم اللي بغيت أنا. وكنوضعوه في صينية الفرن. كنستمر بهاد الطريقة هادي حتى كنكمل الكمية د العجين اللي عندي. شوفوا معايا كتلاحظوا بان كاينين فقاعات في العجين، هذا كيدل على ان العجين راه ناجح معايا، ويعني والمقادير هما هادوك ومضبوطه. كتلقاو بانهم كاينين فقاعات في العجين. كنستمر بهاد الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. من بعد كنضغط عليهم شويه باش ما يجيوش غلاضين بزاف. كنضغط غير شويه على الكريسات ديالي حيت من بعد غادي يخمروا. من بعد ما ضغطت عليهم بهذا الشكل غنخليهم يختمروا حتى هما المره الثانيه. وغناخذ صفر بيضه. عندي هنا انا بيضه بلديه، داكشي علاش الصفر كيبان يعني غامق. وغادي ندهن الكريسات ديالي بصفر بيضه، ونوضع لهم في التزيين القليل من الزنجلان او السمسم. وهذا كيبقى اختياري، يمكن ما نزينوهمش بالزنجلان، ويمكن نزينوهم بالكاوكاو او اللوز، او نخليهم حتى يطيبوا ونديروا لهم الكوك. يعني التزيين كيبقى اختياري، مجرد اضافه فقط. وصدقوني راهم كيجيو ناجحين قطنيين، وكيعطيو واحد الكميه اللي هي وفيره، لحقاش العجين تبارك الله خفيف وهش، كيجيب لنا بريوش كتير وكذلك ناجح. كنكمل الكميه اللي عندي، كندهنها بالبيض وكندير لها الزنجلان، كندخلهم للفرن يطيبوا على نار مهيله حتى كيطلع البريوش مزيان وكيتنفخ. وكنحس به طاب من التحت عاد باش كندير له النار من الفوق وكنخليه يتحمر وياخذ اللون ديالو، وكنخرجو ونقدمو بالصحه والراحه. وهذا هو البريوش ديالي من بعد ما وجد، من بعد ما طاب كيف ما كتشوفوا ناجح وخفيف وهش. انني كنضغط على البريوش كيرجع كيف ما كان، هذا دليل على انه ناجح وخفيف لواحد الدرجه انني هزه البريوش خفيف خفيف جدا جدا، رطب وكيدوز مده طويله، يعني كيبقى كيف ما هو رطب وهش. نتمنى الوصفه ديال هاد النهار تعجبكم وتجيكم اقتصاديه وسهله ومضمونه. وإلا عجبكم لا فيديو ما تنساوش الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد من وصفاتي السهله والاقتصاديه. نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله مع وصفه اخرى. الى اللقاء.